أنا اسمي منى، وكنت ساكنة في المدينة الجامعية للبنات. عنبر فيه حوالي 40 بنت. والكلام اللي هقوله دلوقتي أنا مش بحكيه علشان أخوفكم، أنا بحكيه علشان محدش فينا فاهم هو حصل إزاي. كان عندنا واحدة ساكنة معانا اسمها شيرين، بشرتها بيضة جدا وعينيها خضرة وواسعة. بس الغريب إن ملامحها كانت غريبة، مش قبيحة بالمعنى الحرفي. لسه تشوفها وتحس بحاجة تقف في صدرك. ما كنتش اجتماعية، بس كنا دايما بتشوفها قاعدة لوحدها، بتمسك أي كتاب وتقعد تبص فيه كأنه فيه حاجة تانية غير الكلام. ولما كنا نقرب منها كنا نلاحظ حاجة أغرب. كل كتاب بتفتحه فيه مراية صغيرة جوه الكتاب. افتكر مرة سألتها: إيه المراية دي؟ قالكي: عشان أشوف أنا فين. كنت فاكرة إنها بتهزر، بس في مرة صحيت من النوم ولقيتها نايمة على سريرها، بس عينيها مفتوحة على الآخر. ومش بس كده، كانت بتتكلم بلغة غريبة، مفيش حد في العنبر فهم منها ولا كلمة. وبعد ثواني سكتت فجأة وكأنها رجعت تنام مفتوحة. ولما صحيت سألتها إن كانت فاكرة حاجة، قالت لي: كنتي فين لما كنت بكلمهم؟ سكت. في يوم لقينا عروق حمرة باينة حوالين عينيها، شكلها مرعب، وبتحط مكياج عشان تخبيها. بس احنا كنا شايفين كل يوم شكلها بيتغير. وفي ليلة شيرين اختفت. كل البنات قلبوا الدنيا عليها، المديرة بلغت والموضوع وصل لأهلها، بس محدش عارف هي راحت فين. أهلها قالوا إنهم مش شافوها من أسابيع، وإنها بطلت تكلمهم من وقت طويل. الموضوع اتقفل على إنه هروب، بس إحنا في العنبر ما صدقناش. ومن وقتها حاجات غريبة بدأت تحصل. واحدة من البنات كانت بتذاكر وفتحت كتاب ولقت فيه مراية مش بتاعتها، وبصت فيها وقالت إنها شافت شيرين، بس مش شيرين اللي نعرفها. شيرين بوش مشوه، عينيها واسعة جدا ودم سايل من مناخيرها، وشها متغطي بعروق حمرة، وكانت بتضحك ضحكة مش طبيعية، ضحكة متشوهة. وقالت لها: أنا مستنياكي.